هو نموذج مبدئي لأول سيارة كهربائية جزائرية، مشروع تم الانطلاق فيه بكفاءة جزائرية وسيجسد ما وصلت إليه الجزائر من تطور في مجال التكنولوجيا الصناعية، كما يعكس أيضا أهمية التوجه نحو التحول الطاقوي. هذا النموذج À cette occasion, Sa Majesté le Roi a décoré du Wissam El-Kaffa Al-Fikriya Nassim Belkhiat, fondateur, président directeur général de la société Neo Motors, et Fawzi Najah, président et fondateur de la société Namix. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mansour. والبطارية الكهربائية أنجزت 100% من طرف مركز البحث هذا ومركز بحث آخر. السيارة تمت. هذا النموذج الذي هو أمامكم لسيارة كهربائية، حيث أن الهيكل صمم 100% بالمركز، التحكم في إطار الإنجاز، المحرك في إطار الإنجاز، والبطارية الكهربائية أنجزت 100% من طرف مركز البحث هذا ومركز بحث آخر. السيارة تم تطويرها على مستوى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية على أن يتم استكمال بعض الخصائص التقنية الأخرى المتعلقة بها. حاليا نقوم بإنهاء الدراسة في البارتي إلكتريك، في الجزء الكهربائي. نقدر نقولوا على الجزء الكهربائي نكونوه من 3 أجزاء، اللي هو كاين لابارتي تاع التحكم كونترول كوموند، اللي هو راه في طور الدراسه لكي لاختيار المحرك اللازم لهذه السياره. بالنسبه للبطاريه هي منجزه على مستوى وحدتنا اللي موجوده في سطيف، اللي هي بطاريه ديستيني لفيكول الكتريك. صناعة سيارة كهربائية جزائرية خطوة أخرى يخطوها البحث العلمي في مجال الابتكار، خطوة تعكس أيضا مدى تسخير هذا التطور ليكون في خدمة الصناعة ببلادنا. A été conçu en collaboration avec le bureau de design et carrosserie italien de référence Pininfarina. Le design intérieur du véhicule a été réalisé par des talents marocains. Le modèle achevé sera alimenté en hydrogène par un réservoir